السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم. النهاردة هنعمل وصفة سهلة وبسيطة وطعمها جميل جدا. هنعمل قرنبيط بطريقة مظبوطة، مجرمش من بره وطري من جوه، بمكونات متوفرة وخطوات واضحة من غير أي تعقيد. معكم أم نور من قناة طبخة وتفصيل. نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله ونصلي على النبي. هنبدأ بسلق القرنبيط. حلة على النار، احط فيها مية، احط فيها رشة كمون ومعلقتين كده لبن وشوية ملح. قبل ما المية تسخن هنا هنقطع القرنبيطة بتاعتنا مع بعض، او الزهر على حسب المسمى بتاع البلد يعني. هنا انا غسلت الخضرة بتاعتي وهقطعها ربطة كزبرة وربطة شبت، فرمهم فرم ناعم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المية بتاعتنا على النار ما تغلي لسه، فانا اما اجهز عقبال ما المية تغلي وكده. هنا انا كنت غسلت القرنبيط قبل ما احطه في المية دي، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو يعني. عقبال ما يستوى تعالوا نجهز الخلطة بتاعتنا. معايا 4 بيضات، ضفت عليهم معلقة خل ونزلت عليهم بالتوابل بتاعتنا، معلقة كمون ومعلقة كزبرة ونص معلقة فلفل اسود ونص معلقة بابريكا ونص معلقة كركم ومعلقة ملح. هنزل عليهم بمج لبن واقلبهم. لو مش متوفر اللبن نحط مية عادي. بعد كده هنزل عليهم بمعلقة كبيرة توم مهروس واقلبهم. وهنزل بكوباية دقيق معانا، وهنزل بمعلقتين نشا ونص معلقة بيكنج باودر، وهقلبهم لحد ما الدقيق يدوب، ما يبقاش ليه اثر كده يعني. هنا الحتة دي يعني الدقيق كلكع مني كده وانا ما عنديش مضرب، فمرضتش يعني ان انا احذفها من التصوير. حبيت اوريك ازاي يعني نتصرف لو حصلت مشكلة، يعني قابلتنا حاجة يعني ما نوقفش الدنيا يعني كده. انا ضربتهم في الخلاط كده هم ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. هنزل عليهم بالخضرة بتاعتي، هقلب الخضرة مع الخلطة بتاعتنا. هنا حسيتها بصراحة عايزة شوية دقيق كده، فانا حطيت لها شوية يعني ممكن ربع كوباية تاني، وقلبتهم زي ما انتوا شايفين لحد ما توصل ان هي لا تبقى تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. هنا القرنبيط كان استوى، فانا مطلعه في حلة يكون فيها شوية مية باردين عشان ما يستويش قوي يطهر. انا بعرف ازاي استوى، اول ما احطه اسيبه كده لحد ما المية تبدأ تغلي عليه، احسب له مثلا 7 دقايق او بشوكة عادي كده يعني. هنا بعد ما طلعته من المية احطه في مية باردة، وبعد كده انا انقله من المية الباردة دي على طول. هنا اللي هي القرنبيط الزهرات كبيرة، فانا هقسمها بعد ما سلقت، ما قسمش قبل ما اسلق عشان ما تراش مني في السلق زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله بعد ما عملت الكمية كلها معايا طبق هنزل فيه بكوباية ونص دقيق وربع كوباية نشا، عليهم رشة كركم ورشة كمون وربع معلقة بيكنج باودر ورشة ملح. ده اللي هغلف بيه القرنبيط بتاعنا قبل القلي. طاسة على النار وهنزل فيها بالزيت، عقبال ما الزيت يسخن هنجهز القرنبيط اللي هتقلى على طول. هنا انا بوريكم انا بحط القرنبيط بايدي، والايد التانية بحط في الدقيق اللي انا عملته معاكم دلوقتي. نفضه كده كويس، وايدي التانية ما تروحش اللي هي الخليط الاول، كل ايد شغالة في الطبق بتاعها. كده هبتدي اعمل يعني الكمية كلها زي كده. ايدي دي اللي في الخلطة ما تروحش الايد اللي عند الدقيق اهو.
انا عدتها كذا مرة بس عشان ايه تاخدوا بالكم يعني. هنا هنزل الزيت سخن وهنزل فيه بالقرنبيط بتاعنا على طول. اول ما يحمر كده نقلبه على الناحية التانية. ما شاء الله شايفين شكله زي الفراخ البانيه، ما شاء الله، الله اكبر. هي الشتاء يعني تيجي، واللي هي الاكلات الحلوة تيجي بقى، القرنبيط والمحشي والاكلات اللي هي ايه تشبع كده. ما شاء الله، الله اكبر. انا عملت واحدة كبيرة عشان احنا انا ولادي وكده ما نحب القرنبيط. فانتوا يعني على حسب بقى الكمية اللي عندكم هتقللوا اللي هي الخلطة كده، يعني مثلا بدل 4 بيضات هيبقوا بيضتين، ممكن مج مية بدل مج لبن، يعني المتاح، يعني المتاح عندكم اشتغلوا بيه. هنا انا كررت نفس الخطوات تاني عشان عارفة ان هي ايه هتلخبطك شوية. وحتة ان في ناس اما تطلع من الخلطة تحط في الزيت على طول، ده برضو عادي، مش اختلاف، هو ده كل واحد وله طريقة، بس انا ما احب ان انا اعمله كده. دي طريقتي فيه وجربوها وقولوا له رأيكم يعني بصراحة. وهنا انا كنت خلصت الكمية، ودي اخر طاسة جليتها، ما شاء الله الزيت زي ما هو ما شربش مننا زيت خالص، وما شاء الله عليه طالع، الله اكبر، حاجة تفتح النفس. لو عجبتكم وصفتنا النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، والسلام ختام.